السلام عليكم ورحمة الله. ده طبعا راوترين عشان اللاب بتاع الاكسس كنترول ليست بتاع التحكمات للترافيك بتاع الشبكة بتاعتنا. راوترين 2800 سيسكو. تمام. طبعا موصلين هنا الكونسول كيبل. تمام. وموصلين وصلات السيريال عند سيريال 00 في الراوتر الاول، والراوتر التاني برضو سيريال 00. وموصلين الفاست ايثرنت الشبكة الداخلية للراوترين. طبعا الفاست ايثرنت للشبكات الداخلية اللي بتتربط بالسويتش دايركت، والسيريال للشبكات الخارجية. تمام. دلوقتي هنروح على ديفايس مانجر. طبعا انا عامل الكمبيوتر بتاعي بالالماني. نروح على ديفايس مانجر. بعد ما نروح على ديفايس مانجر نروح على حاجه اسمها كوم ال بي تي. هنلاقيها كوم 3. كوم 3 هي اللي هندخلها في البوتي. البوتي ده برنامج بيربط ما بين اجهزه سيسكو واللابتوب عشان نعمل كونفيجريشن عليه. هنكتب كوم 3، ولازم الجهاز يبقى مقفول. لازم الجهاز يكون مقفول. تمام. نفتح البوتي، بعد كده نفتح الجهاز كده اشتغل. كده هو بيحمل. كده يحمل مع نفسه، ياخد وقت، ناخد له دقيقتين ونص، 3 دقايق لغاية لما يحمل. كده بيحمل حاجة اسمها الايمج الاوبريتنج سيستم بتاع الراوتر. طبعا بنعمل حصة مجانية تعريفية كل اسبوع بحيث الطلاب يتعرفوا على الأجهزة وطريقة الشرح بتاعتنا. مكونات الكورس ده فري ما عندنا كل أسبوع في المركز في الدقي في مدينة نصر. طبعا الحجز ياريت تتواصلوا معانا على الأرقام المدونة في الصفحة بتاعتنا أو الموقع أو اليوتيوب بيج بتاعتنا. لسه بيحمل. طبعا هندرس مناطق الأوامر هندرسها. طبعا في حاجة اسمها يوزر مود، في حاجة اسمها بريفليج مود، في حاجة اسمها كونفيجريشن مود. 3 مناطق أوامر لازم نعرف ازاي نتحرك ما بينهم، لأن كل منطقة ليها فايدة في الراوتر أو السويتش أو الديفايس بتاع سيسكو. طبعا اليوزر مود غالبا بيستخدم في الباسوردز واليوزر نيم. بالنسبة للبريفليج لإظهار التغيرات اللي عملناها في الكونفيجريشن. بالنسبة للكونفيجريشن مود بيستخدم للتعديل على الديفايس أو لإضافة الكونفيجريشن، اسمه كونفيجريشن مود. فكل ده هندرسه النهاردة ازاي نعمل كونفيجريشن على الراوتر. طبعا قبل ما بتبدأ في الشغل الكونفيجريشن لازم تشوف تركيب اللاب. اللي احنا عملناه الاول، بتشوف اللاب شكله، توصيلات. بعد كده بتشوف الاوامر بتاعه اللاب اللي احنا ركبناه. فبتشوف التركيبات الاول، بعد كده بنشوف اللاب عملي مع بعض.
كده اشتغل، هو اسمه فريميلاي. طبعا المثلث ده اسمه اليوزر مود، اسمه الايه؟ اليوزر مود. هنروح ازاي للبريفليج مود اللي بعديه؟ هندوس enable او en، حرف الاي ان. عايزين نرجع، هندوس كنترول زد، هندوس اسف disable، تطلع فوق تاني. عايز ننزل تاني enable، ماشي. عايزين نروح للكونفيجريشن مود، هتدوس conf سبيس تي، config terminal كده، ورحنا للكونفيجريشن مود. عايزين نرجع، ندوس كنترول زد، exit او كنترول زد، exit او كنترول زد. هندوس config terminal تاني، كنترول زد. مش جاي معايا عشان الالماني، هنغيره انجليزي، هنلقط معانا كنترول زد اهو، لقط معانا. تمام، كنترول زد. بعد كده config terminal. يبقى اول حاجة انا دلوقتي في منطقة اليوزر مود اللي هو المثلث ده، هنروح على البريفليج اللي هو اللي ايه الشباك. بعد كده اروح من البريفليج مود للكونفيجريشن مود عن طريق امر conf t. عايز ارجع، هدوس كنترول زد من كيبورد او اكزيت، كنترول زد او اكزيت. ارجع من الكونفيجريشن مود للبريفليج مود الشباك. الكونفيجريشن مود بيبقى شباك كونفيجريشن، البريفليج مود بيبقى ايه؟ بيبقى شباك بس. بعد كده اليوزر مود بيبقى مثلث او مثلث معمول كده. طيب دلوقتي نشوف استخدامات كل منطقة للأوامر دي. المنطقة دي اسمها اليوزر مود، بتستخدم للسكيورتي، ان انت بتضيف باسورد او كده، بحيث ان تمنع اي حد معاه كونسول كيبل اللي هو الازرق اللي احنا ركبناه مع بعض في اللاب اللي فات، اللي هو الكيبل كونسول كيبل. تمام. دي سكيورتي للسيستم نفسه بتاع النتورك. بعد كده بنخش على بريفليج مود لإظهار التعديلات اللي احنا دخلناها في الكونفيجريشن. تمام، احنا النهارده هنعمل كونفيجريشن على الراوتر. دخلت مثلا كونفيجريشن على الراوتر، عايز اشوف اظهر التعديلات اللي ادخلتها من خلال بريفليج مود. خلال البريفليج مود يبقى كده ظبطت. كل منطقة يبقى ليها خاصية معينة. فنبتدي النهاردة نعمل مثال كده. نصغر هنا شوية بحيث ان احنا نعرف نقرأ في نفس الوقت ندخل الأوامر. ننزل تحت. طبعا ركبنا الجهاز بالراوتر عن طريق الكونسول كيبل، ركبناه مع بعض المرة اللي فاتت. طبعا منطقة اليوزر مود اهو، دخلنا enable، دخلنا بريفليج مود. عايزين نرجع نكتب disable، هنرجع لليوزر مود تاني. تمام. عايزين نخش من بريفليج للكونفيجريشن مود، هندخل config terminal او config t زي ما عملنا عملي من شوية. عايزين نغير اسم الراوتر. تمام، هنا اسم الراوتر فريميلاي، شايفين فريميلاي. هوست نيم R1 مثلا، عايزين نسميه R1 او طنطا او اي حاجة. عندنا مثلا فرعين، فرع في طنطا فرع في اسكندرية، نكتب طنطا مثلا. طبعا هنا لازم نكون في الكونفيج عشان نغير الهوست نيم. بقى دلوقتي في الكونفيج اوريدي.
ماشي. اكتب هوست نيم، اكتب كلمة طنطا مثلا، بنك في طنطا بربطه ببنك اسكندرية عن طريق الراوترات بتاعتنا، كده بقى طنطا. تمام ماشي. بعد كده عايز والله اغير الساعة، عايز اغير الساعة. الساعة بتتغير في البريفليج مود. دلوقتي نكمل. عايزين نغير الساعة مثلا النهاردة 17/3، في البريفليج. دلوقتي دخلنا بريفليج اهو. هنكتب كلوك ست، كلوك ست. الساعة دلوقتي مثلا 3:10 لازم اكتب الثواني والدقايق والساعات. 15 دقيقة ومثلا 30 ثانية. النهاردة 17 مارش 2023. ماشي. انا كده عملت ابديت للايه، عملت ابديت للتايم. مكتوب ايه؟ system clock has been updated from. عمل الابديت التايم اهو 17 مارش اهو 17 مارش 2023. تمام كده. طبعا التعديل تم عن طريق console by configuration by console. تمام configured from console. تمام. حصل الكونفيجريشن عن طريق الكونسول، عشان كده بيبقى فيه باسورد للكونسول، عشان مش اي حد معاه كونسول يغير في الداتا والكونفيجريشن. تمام. في حاجه اسمها باسورد للكيبل بتاع الايه، الكونفيجريشن بورت. تمام. مش اي حد معاه كيبل يغير الايه الكونفيجريشن، فبحط باسورد على الايه، على الكونسول زي ما احنا هنعرف النهارده. نكمل. نعمل مثلا امر شو فيرجن. امر شو فيرجن بيبين نوع المكنه اللي انا شغال عليها. شو فيرجن مش شرط اكتب الكلمه كامله، كده جاب لي نوع المكنه. شوف شو فيرجن، نطلع فوق شويه. او كتبت شو فيرجن 1841 زي ما صورنا اللاب المره اللي فاتت. نفس الراوتر اللي عندنا جايب لك تاريخ الانتاج وكل حاجه، والبروسيسور، الرامات، جاب لك ايه تاني، جاب لك السيريال نمبر وكل حاجه. خش في حاجة اسمها فلاش. الفلاش ده بيبقى فايدته طبعا مش موجود في برامج السيميوليتر خالص. الفلاش ده موجود في الراوتر. طبعا هوريه لكم لما نبدأ في تركيب شبكة التليفونات. بتدخل الفيرم وير
بتاع التليفون اللي انا بركبه. تمام، بنزله على فلاش ميموري عادية، بركبها في الراوتر، بعد كده الراوتر ينقل على الفلاش ديت اللي بتستقبل الفيرم وير. من غير الفيرم وير الراوتر مش هيعرف يتعرف على السويتش، على التليفونات اسف. طبعا لاب التليفونات هنركب راوتر في سويتش في كذا تليفون على حسب حجم التليفونات اللي انا عايزها، بس من غير الفيرم وير الراوتر مش هيتعرف على التليفونات خالص. كلمة show running config ده بيبين اخر تعديلات انا قمت بيها في الجهاز بتاعي. احنا عملنا تعديلين بس، الساعة واسم الراوتر، نبقى نرجع لها. طبعا ممكن نعملها دلوقتي show running config show running config كده بيورينا اخر التعديلات اللي قمنا بيها. هنا طبعا في حاجات متسيبة قبل كده اوريها لكم. دي التعديلات اللي احنا بنقوم بيها بالراوتر، بنشوفها سواء باسورد سواء اي بي سواء اي حاجة، طريقة ربط. الهوست نيم اهو، اول حاجة هوست نيم طلع طنطا. تمام، تمام. بس ده تعديل. واي بيهات ديت برضو ده الاي بي بتاع الفاس ايثرنت. انا هتعلم النهارده ازاي نغيره. مثلا هو 10.0.0.1 هيبقى 10.0.0.3 مثلا. طبعا الفاس ايثرنت ده يستخدم لربط الشبكة الداخلية، بالنسبة للسيريال لربط الشبكة الخارجية. برضو هنعدل فيه النهاردة. نرجع دلوقتي لكتاب. طيب دلوقتي احنا عايزين نعمل باسورد. عايزين نعمل ايه باسورد؟ هنخش على config terminal. ماشي، هنخش على لاين console 0. كده دخلت اكتب باسورد سيسكو لوجن. ماشي كده ظبطت ظبطت الباسورد. عايز اتاكد بقى ان الباسورد تمام. هدخل امر اسمه exit. امر اسمه exit. كده طلع خالص من بريفليج، طلع خالص.
ماشي. بيقول لي هات لي الباسورد، هات لي الايه الباسورد. دخلت الباسورد سيسكو 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 تقريبا دخلته لما كنت عامله عربي فاداني لحظة كده. شوف الباسورد اللي احنا دخلناه ايه. سيسكو كده دخل. ماشي كده دخل عادي. مش عايزين نمسح الباسورد، عايزين نمسح الايه الباسورد. هنخش على الكونفيج تيرمينال. ماشي يا شباب. بعد كده هندخل نفس الاوامر بالظبط، بس هعمل اختلاف بسيط. يعني ادخل لاين كونسول 0 لاين كونسول 0 باسورد. يبقى اكتب نو باسورد، نو ايه باسورد سيسكو. قلت نو خلاص كده. يبقى انا كده هشيل. نجرب ندخل امر اكزيت ونشوف. ندخل امر اكزيت وايه ونشوف. كده مفيش باسورد. باسورد اتشال. باسورد اتشال. تمام. نخش طبعا اللاين VTY04 ده حاجة اسمها تلنت. مثلا يبقى مثلا في واحد IT واقع في مشكلة وخبرته قليلة لسه وانا عايز اساعده، فانا اخش على الراوتر بتاعه واتحكم فيه كأن انا موجود عنده، بدل ما اسافر من حتة لحتة عشان اصلح المشكلة. بصلحها وانا في مكاني في الفرع التاني. يعني واحد في طنطا واحد في اسكندرية. بتاع طنطا لسه متعين جديد، مش عارف يظبط الشبكة، او واقع في مشكلة مش عارف حلها، ففي واحد ذو خبرة اكتر منه في اسكندرية هيخش على الشبكة بتاعته في طنطا ويساعده وهو في اسكندرية، بدل ما يسافر من هنا لهنا. توفير للوقت والمجهود والفلوس وكل حاجة. لو انا عايز ادخل امر باسورد بريفليج، باسورد في البريفليج enable password سيسكو. نخش على config، هنكتب config terminal enable password سيسكو. هنشوف الامر exit. ماشي. امر اكزيت تاني كده طلع. عايزين نجرب بقى الامر كده enable. قال لي هات لي الباسورد عشان خلاص انا عديت اليوزر نيم. انا مش هعمل في الكونسول الباسورد، انا عامل في بريفليج. هندخل والله في بريفليج سيسكو كده دخل. طيب انا عايز اشيله. هشيل config terminal وعايز اشيل الايه الباسورد. هكتب no enable سيسكو، no enable
سيسكو. كده انا شلت الايه، شلت الباسورد. اكتب اكزit عشان اتاكد ان هي اتشالت. كده اتشالت من الاتنين. ايه ده، متشالتش. enable سيسكو ما اتشالتش في الكونسول لسه. اتأكد. نكتب show running config. نشوف ايه المشكلة. config كده مفيش في الكونسول اي باسورد. بريفليج بس هو اللي فيه. نخش config terminal. enable password سيسكو. ماشي. دوس كنترول زد. شو نتأكد بس الباسورد تاني. ندخل امر line console 0 config terminal line console 0. تمام. باسورد سيسكو. باسورد سيسكو. لوجن. نطلع show running config. ندخل show running config. نشوف الباسورد. هنا في باسورد اهو. عايزين نشيله عشان قبل كده config terminal console line console 0 line console 0 no password Cisco no password Cisco. ماشي كده اتشال. لو قلنا no enable password Cisco no enable password سيسكو. دي متبقاش مسجلة. المفروض ادخلها في الكونفيج تيرمينال. دخلتها في البريفليج مش هيلقط. ندخل رايت كليك تاني هيلقط. دلوقتي هدوس اكزيت نشوف الباسورد شال ولا لأ.
enable config terminal كده اشتغل كده، الباسورد اتشال. هنخش على حاجة اسمها الانترفيس بتاع الايثرنت او السيريال بتاع الربط الداخلي او الخارجي. هنكتب امر show IP interface brief. الامر ده بيورينا الانترفيسز كلها الموجودة. هنا الفاست ايثرنت 00 ده الربط الداخلي، وده الفاست ايثرنت 01 ده برضو واحد تاني. سيريال 000 ده الربط الخارجي، سيريال 0001. فدلوقتي هنغير مثلا ده اخليه 3 ماشي. فهعمل ايه؟ اخش على الكونفيج تيرمينال، عايز اخش على الانترفيس ده فاست ايثرنت 00 ومعلم عليه كده، اقوم دايس رايت كليك انتر. انا كده دخلت فيه، اقوم كاتب انترفيس ادرس اي بي ادرس اي بي اد. هنكتب 15.0.0.3 ده الاي بي الاساسي. بعد كده ندخل 255 السبنت .0.0.0. هنتكلم عليه بالتفصيل في النظري. اهم حاجه في الشبكات السبنت والاي بيهات، طبعا هنتكلم عليه بالتفصيل في كورس النظري بتاع الاي بيهات. بعد كده اقوم مدخل امر نو شت عشان نفعل الانترفيس. كده اتفعل، نتأكد ان هو اشتغل ولا لا. نكتب ندوس كنترول زد شو اي بي انترفيس بريف تاني اتغير. طيب عايزين نعمل اخر حاجة سيريال 000 نخليه مثلا 15.0.0.1 مثلا. اقوم انا داخل عليه، اقوم كاتب config terminal. هنخش على الايه config terminal interface space، اقوم معلم على 000. تعالى انا علمت عليه كده. نكتب اي بي ادرس 15.0.0.0. ممكن هيلقط برضو، انا كتبت المفروض 0.0.0.1 بس انا كتبته كده مش مهم، اخليه كده. اقوم كاتب نو شات ماشي. اقوم طالع شو اي بي انترفيس بريف، اكتب شو اي بي انترفيس بريف تاني ماشي. جاب لي الاي بي اللي انا دخلته. بس عايز اسيف الداتا، اقوم كاتب WR كده هيسيف الداتا، يعني رايت كده سيف الداتا. كده خلصنا محاضرة النهاردة. معلش على الإطالة، والمرة الجاية نكمل طرق الربط بتاع الراوتينج. السلام عليكم ورحمة الله.